بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا حيكون على السريع كيفية تسجيل في موقع بايونير والحصول على $25. طبعا هذا موقع هذا رابط التسجيل. ايش بنستفيد من بايونير او بطاقة بايونير؟ انه بكون لنا حساب بنك في امريكا، زائد تجينا بطاقة ماستر كارد لحد باب الدار ببلاش. شو بنستفيد من هذه البطاقة؟ بنحول عليها الارباح الى بيبال، ومن بيبال بنحولها على بطاقة بايونير، ومن خلالها بتسحب الفلوس عن طريق أي صراف آلي موجود ببلدك. طريقة تسجيل بسيطة جدا كالتالي. طبعا ننسخ الرابط، نسخ وبشريط العنوان، ضغط بيست. طبعا هذا موقع أو مدونتي اسمها جديد بوك، ياريت تزوروها. تمام. طبعا هتجينا الإعلان، هاد 5 ثواني ننتظر. بعد هيك حنضغط خط الإعلان. طبعا بلال ريكومندر ده بيونير بيدي مش عارف ايه، ساين اب ناو اند بقول لك سجل الان واحصل على $25. طبعا اذا انت سجلت عن طريق الرابط تبعي راح تاخد $25، وانا راح اخد $25. في حال انك ما سجلتش عن طريق رابط تابع لاي احد مش هتستفيد من هذا العرض تبعهم. طبعا هلقيت بدك انت تدخل اسمك ايه first name on your card، بدك تحط اسمك تماما زي ما هو موجود في جواز السفر او في الهوية اذا كان موجود باللغة الانجليزية. فاحنا راح نسجل هاي احمد. طبعا تطابق الاحرف ضروري عشان يزبط معك الموضوع. وبتختار تاريخ الميلاد المزبوط برضه. بعد كده بنحط الايميل، اي ايميل طبعا يكون، المهم يكون شغال، لانه بدك تفعل حسابك. hotmail.com، وبتختار البلد اللي انت فيها. انا راح اختار بالستاين. بالستاين مش موجودة. راح اختار اسرائيل. هنا مع 75. غازا، بعدين غازا ستريب. زيب كود. طبعا كل بلد إلها بوستال كود او زيب كود حسب المدينة اللي انت عايش فيها. في مواقع كتير بتعطيك البوستال كود او الزيب كود اللي انت عاوزه، وبتحط رقم الجوال مع المقدمة. احنا هاي المقدمة تبعتنا 00972. مقدمة البلد 599. مقدمة الشبكة 636363 نفترض. مش مطلوب منا، نضغط على تشيك. بعد كده هذا الكليك اذا بدك تبعت البطاقة على عنوان تاني. اذا انت يعني فلسطيني وعايش في كندا او عايش في اي دولة تانية بتغيره عن طريق اذا انت عايش نفس العنوان تبعك ما فيش داعي انك تغير العنوان، سيبه فاضي. بقيت تختار الباسورد. طبعا اختار باسورد فيه حروف وفي ارقام. تختار هنا اي جواب سري. اختار بالستاين. ستيب 3. انا اخترت اسرائيل، هختارها كمان مرة. راح اختارها كمان مرة. طبعا اللي بيسأل بيقول شو هذا، يعني هذا الدولة اللي انت انولدت فيها، وشو جنسيتك، ايش نوع البطاقة او الهوية اللي انت بدك تقدم لها الهم. انا راح اقول له جواز سفر، وهي رقمه 215 6969 نفترض. وقتاش طبعا بكون موجود في كل جواز سفر
متى تاريخ الاكسباير تبعه، وقتاش طلعت جواز السفر استخرجته. طبعا اقل راح يكون 5 سنين. ننزل وبنكمل البيانات. اجري اجري اجري. تمام. وبتضغط فينيش. لقد طلقنا طلب المدفوع مصر وطاقم مستقر. هناك 3 خطوات. آه، التسجيل اكتمل. لقيت هم في من 3 إلى 7 أيام راح ينتهوا من التدقيق طلبك. بعد هيك صحيح، خلال 24 ساعة إذا ما وصلكش بريد إنه حسابك تفعل وتم إرسال بطاقة، ابعت لهم صورة عن البطاقة الشخصية اللي انت سجلت بياناتها. خلال 24 ساعة بكون ببعتوا لك البطاقة وبتصلك لحد الباب المنزل مجانا. وشكرا كتير على المشاهدة، وبتمنى تزوروا مدونتي جديد بوك الإخباري. السلام عليكم.